يجونا اللي يريدون يشترون سياره يسالون عن حالات وانه شنو الجدوى الاقتصاديه لشراء سياره بالتقسيط. تعال اشوفكم الحالات اللي تجينا. الحالات اللي تجينا عنده زبون عنده مقدمه 2 مليون، زبون عنده 10 مليون، واكو زبون يقول انا عندي 10 مليون ليش اشتري سياره بالقسط؟ شاخذ خل اخذ سياره مستعمل. شو يصير ويا كل واحد؟ خلينا نجي على الزبون اللي عنده مليونين. اول شيء هو يقدر يسدد القسط، فراح هنا ايش راح يربح؟ اذا هو يقدر يسدد القدمه مليون راح يستفاد، يصعد سياره موديل 2026 وراح يربح السياره وراح يستفاد راحه البال. نجي اللي عنده 10 مليون ايش راح يصير عنده؟ هذا راح يكون ايضا قادر يسدد القسط. هنا من دفع ال 10 مليون نزل من قيمه السياره، طبعا هو ايضا قادر يسدد القسط، فعنده نزل القسط راح يربح سياره بعد ما ينتهي وراح يستفاد راحه بال لانه راح يروح تصليح ولابد فقط الصيانه الدوريه، وراح يكون عنده القسط شبيه اقل لان هو دفع مقدمه. اكو واحد يقول انا ما اريد هاي الخيارين، شريد انا يقول انا عندي 10 مليون خل اشتري سياره قديمه. ايش راح يصير بيه؟ هذا بعد المده اللي نحكي عليها راح يكون عنده اول شيء تعب ومشاكل صيانه وتصليح مستمر دائما. الجدوى الاقتصاديه من السياره القديمه ما راح تكون مثل الجديده. قيمتها بعد فتره القسط اذا نقارنها راح يخسر قيمه سعر السياره القديمه وقد يكون لا شيء. هاي مقارنه بسيطه اللي طلبوها، وان شاء الله عندنا فيديو اخر يحسب لك تاخذ سياره بالاقساط لو لا، على اي اساس، واحنا مثل ما قلنا لكم نقدم المشوره مجانا لاي زبون يريدنا، نحسب له هاي التفاصيل والجدوى الاقتصاديه لشراء سياره. لحساب السيارات دائما وياكم.